السلام عليكم، معاكم محمود الهيدي من جيم مصر، والنهارده لابس تيشيرت جديد. الناس اللي بتسال ايه رقم 88 اللي ورا دوت، انا مواليد 88 عشان كده عملت التيشيرت مكتوب عليه 88 عشان في ناس كده لسه بتسال. النهارده هنتكلم عن حاجه كويسه جدا على تمارين الكارديو. احنا شرحت قبل كده يعني ايه كارديو ومحتاجه امتى. طبعا لو انت بتخسس يفضل ان هو يكون بعد التمرين او في مرحله واحده خالص، في وقت تاني خالص لوحده. في ناس كتير بعتوا لي بيقولوا لي ان هم ما بيحبوش يجروا او الجري مثلا بيتعبهم، او انا عن نفسي ما بحبش اجري، فمش شرط تجري عشان تحرق دهون. ممكن تقعد على العجله وتعملها صعبه شويه، ممكن تطلع السلالم، في حاجات كتير جدا. ممكن تعمل كارديو في البيت وشرحنا الكلام ده كويس جدا، طريقه اسمها تبارا ستايل. راجع الفيديو الاولاني اتكلمنا فيه عن كارديو وانت هتفهم كويس. في تاني طريقه كويسه جدا المشي. لو هتمشي بنفس معدل اللي انت بتمشي فيه في الشارع، انا اسف مع كل احترامي للناس، المشي دوت كويس ومفيد للجسم وبينشط، بس نبضات قلبك مش هتعلى ان هي اتعودت عليه، ما بقاش بالنسبه لها حاجه ان هي نبضات قلب تعلى. فانت لو عايز تمشي ممكن تمشي، بس هتعمل حاجه كويسه جدا، بتمشي بنفس المستوى العادي، مش هتسرع المشي ولا اي حاجه، هتمشي مشاية هو في نفس المستوى العادي، السرعه العاديه. حاجه تانية ممكن تعملها، تطلع الانكلاين نفسه تطلعه عادي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله في مصر كل الجيمات فيها مشايات، سواء في مصر او في بره مصر. فهتعمل الانكلاين نفسه ان هو يطلع فوق، وهتاخد بالك ان هي ابتدت ترتفع، يعني تطلع من على الارض، بحيث انت فعلا كده ماشي على مطلعايه، انت مش ماشي في مستوى ايه سليم. المشي على مطلعايه بيعلي نبضات القلب بتاعتك، كده انت وانت بتمشي هتحرق سعرات حراريه كويسه جدا. بس نقطه كويسه جدا، ما تمسكش هنا. هو هتلاقي في ناس كده جدا على المشايه بتحط ايديها وتمسك، يا ريت ما تمسكش. انت لو بتمسك كده هو انت بتاخد وقت، يعني بتاخد وزن من جسمك وتحطه على الحمامه نفسها، فبلاش تمسك لا هنا ولا هنا. لو بس عايز تحط ايد واحده بس عشان التوازن مفيش اي مشاكل، بس بلاش تمسك جسمك كده. انت لما تعمل المشي على الطلعه ديت هيعلي نبضات قلبك، بس اهم حاجه تختار الانكلاين المناسب. عايز تخليه عالي خالص، عايز تخليه متوسط، دي حاجه بتاعتك. ماشي، اتفرج على الفيديو ويا رب يعجبك. يلا سلام.